أدت التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق بجهة سوس ماسة إلى ارتفاع مهم في حقينة 9 سدود بالجهة، إذ استقبلت طيلة 24 ساعة 5 يناير الجاري 75.148 مليون متر مكعب. واستناداً إلى المعطيات، فقد بلغ مجموع المخزون الحالي للمياه بهذه السدود إلى حدود 8 صباحاً من أول أمس الاثنين 299.572 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل نسبة 40.4% من نسبة الملء، بعدما كان المخزون المائي بهذه السدود يوم 13 من مارس من السنة الماضية لا يتجاوز 101.261 مليون متر مكعب، أي ما يعادل نسبة 13.7%، علماً أن الحجم الإجمالي لكل هذه السدود هو 740,774 مليون متر مكعب. واستناداً إلى المعطيات، فإن عدد سدود الحوض المائي لجهة سوس ماسة 9 سدود، منها سدود كبيرة وسدود متوسطة وأخرى صغيرة. وقد أنعشت التساقطات المطرية الأخيرة 3 سدود بشكل كبير جداً، والتي استقبلت واردات مائية مهمة، في حين أن باقي السدود استقبلت واردات طفيفة. وبلغة الأرقام، فإن نسبة ملء أكبر سد بجهة سوس ماسة، وهو سد يوسف بن تشفين، ارتفعت إلى 27.3%، بحيث أن مخزونه الحالي يصل إلى 38.131.389 مليون متر مكعب، في الوقت الذي يصل حجمه الإجمالي إلى 298.200 مليون متر مكعب. أما ثاني سد من حيث الحجم فهو سد عبد المؤمن، الذي يبلغ حجمه 198.400 مليون متر مكعب، فإن نسبة ملئه الحالية ارتفعت كذلك إلى 23.9%، بمخزون مائي وصل إلى 47.469 مليون متر مكعب. أما ثالث هذه السدود من حيث الحجم فهو سد الأمير مولاي عبد الله، ذي السعة الإجمالية 90.600 مليون متر مكعب، فإن نسبة ملئه ارتفعت كذلك إلى 96.4%، بمخزون حالي يصل إلى 87.363 مليون متر مكعب. أما سد أولوز الذي يزود ضيعات حوض الكردان بمياه السقي، فإن نسبة ملئه هو الآخر ارتفعت إلى 96.6%، بمخزون مائي بلغ 61.928 مليون متر مكعب. وكذلك ارتفعت نسبياً نسبة ملء سد أهل سوس إلى 66.2%، بمخزون مائي وصل إلى 3.085 ملايين متر مكعب. وكذلك سد إيمي الخنج، فإن نسبة ملئه تصل إلى 56.4%، بمخزون مائي بلغ 3.4 مليون متر مكعب المئة، حيث إن مخزونه الحالي يصل إلى 3,085 مليون متر مكعب. كما ارتفعت حقينة سد سيدي عبد الله إلى 81.2%، مسجلاً مخزوناً مائياً يقدر ب8,423 مليون متر مكعب. أما سد المختار السوسي فلم يستقبل أي واردات مائية خلال 24 ساعة الماضية، إذ تبلغ نسبة ملئه حالياً 10.6%، بمخزون مائي لا يتجاوز 4,220 مليون متر مكعب، علماً أن حجم حقينته الإجمالية تبلغ 39,790 مليون متر مكعب. كما تم توقيف تزويد سد الدخيلة الصغير، إذ لم يعد يستقبل أي واردات مائية بعد امتلائه كلياً وبلوغ حجمه الحقيقي، حيث تبلغ نسبة ملئه حالياً 99%، بمخزون مائي يصل إلى 0.198 مليون متر مكعب، استناداً إلى مصادر متطابقة. فقد أنعشت هذه التساقطات المطرية الأخيرة آمال فلاحي جهة سوس ماسة، لما له من انعكاس على الفرشة المائية من جهة، ومن جهة أخرى رفع حقينة عدة سدود تؤمن مياه الري للقطاع الفلاحي، كما هو شأن سد أولوز، وأيضاً تزويد مدن أكادير الكبير بالمياه الصالحة للشرب لسنوات عديدة.